تغداي حتى ل5 ولا 6 عاد تجيك نفس تاكل الوجبه الثانيه وشربي سوائل وحيدي السكر انا راه تلوطت نقول لكم في النصائح. انا الله غالب ما نقدرش على الرجيم. اليوم استثناء لان كاين الكرعين وانا كنحماق على الكرعين بالحمص، فدرناهم في بالليل في العشاء وخبيت ليا واحد شويه جبتو معايا حطيتو في الثلاجه وجبتو معايا وسخنتو. ها هو شوفوا ان شاء الله بزاف. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله الطبيصيل شوف معين لك بالكريم. حنا تنديرو فيه البصله الصغيره كيف ما كتشوفوا كتهفت شويه كتخليها. شوف التعليق شوف التعليق البصله كتخليه شويه مقويش وما مجهدش. طبعا هذا ضروري خصك تاكلي معاه سلطه وضروري تشربي الشاي موراه ضروري. انا كنبغي ناكل معاه الخس لان الخس خفيف يخفف شويه من القوه ديال الجهد ديال الكرعين. حتى الحمص حتى هو مجهد كيشبع دغيا. وضروري ضروري من البصله حمراء كيف ما عودتكم ضروري كناكلها انا دائما خضراء في اي ماكله وفي اي وجبه. انني درتها هنا درت غادي نشارك درت معكم هذا الخس هذا ديال التزيين، ولكن انا تنحماق عليه فيه واحد المروره زوينه. فنبداو على بركه الله. قبل ما غادي نبدا جبت واحد الفيفيحه غادي ناكل منها شويه قبل، لان هذا الا حطيتيه على المعده فارغه فكانك حطيتي السيمه او حطيتي شي حاجه اللي ثقيله على المعده وفي نفس الوقت كدير لك الامساك وكدير لك مشاكل صحيه. فانتم عارفين الحمص مع الكرعين فشويه غادي ندير واحد نص ساعه تقريبا غادي ناكلو وعاد غادي نبدا ان شاء الله نتغدى في الغدايه لهذا. وفي نفس الوقت حنا غادي نناقشوا موضوع من المواضيع. بسم الله غادي نرجع لكم ان شاء الله. طبعا الخبز تاع الدار الا كان بيت ما يعني هو صحي وكل شيء، ولكن ما تاكلوش به المرق. ضروري كنعجنو حنا كل نهار باش كنديروا القياس اللي كيكفانا النهار كامل والغد اللي كنعجنو ثاني. شوفوا ما شاء الله دايبه. نحرق على الحمص. حاجه نهار الحمص نهار الكرعين نهار عالمي. غنهضروا اليوم على التغذيه الصحيه على هذوك اللي كيديروا في مواقع التواصل الاجتماعي. نهب ودا بتينوض كيدير لك وصفه وكيعطي لك تيقول لك هذه طيحت ليا 80 كيلو 90 كيلو 100 كيلو، كتقول كيمشي كيتهافت عليها على اساس انها وصفه اللي خطيره وصفه اللي واعره. لان واحد عشوائي كيدير لك واحد الوصفه ما تثقيش فيها. علاش؟ لانه ممكن يضرك ما كيعرفش الكميات ولا دوز ديال كل مكون فانت كتمشي كديري بديك العشوائيه اللي قال لك فكتضرك يا اما المعده يا اما كيجيك امساك يا اما كيجيك صداع الراس يا اما كديري القرحه لراسك يا اما كتجرحي المعده ديالك يا اما كديري بزاف ديال المشاكل. فبلاها اختي منها كنتي غادي ديري عند اخصائي سيري اختي ديري الله يسهل عليك. اما تاخذي الوصفات اللي على اليوتيوب مع احترامي لجميع الناس اللي كيحطوا وصفات، ولكن ملي كتكون مضبوطه ويعني وصحيحه وكتاخذيها من الفم ديال واحد الاخصائي ولا دكتور وكتشاركيها مع الناس فهذا لا لوم عليك. اما انك كتمشي كتبداي كتخلطي وديري باش طالعي المحتوى ديالك راه حشومه وعيب عار عليكم.
علاش انا كنقول لكم هاد الهضره؟ لان جربت واحد الوصفه هلكاتني بقيت كندور عند الاطباء شي 3 عاد في النهايه عطاوني العلاج الصحي واللي بقى معايا واحد المده طويله، وخسرت فلوس وخسر صحه وخسر وقت بزاف ديال الامور. ف ماشي عاد نوضي اختي تبداي ديري في الوصفات وتعطي للناس تهلكي في صحتهم عي باش طلعي المحتوى ديالك. كل واحد ضرر الا وعندك انت اسم. دواءك في ودائك. هاد البصله مضاد حيوي رائع جدا، واخا كتحرقك شويه وقلب ولكن خطيره الا ولفتيها، بالاخص الحمراء، البصله الحمراء الا ولفتيها انا كناكلها مع كلشي. اما نهار كنديرو الشوا نحط حدايا 2 بصلات. كاين غير الوصفه اللي كنهضر عليها ديال التخسيس اللي هي الكمون والحامض والسيناموسا وشربيه كل صباح على الريق. عرفتوا شنو وقع لي البنات؟ شنو وقع لي؟ كارثه بمعنى بكل المقاييس. المعده ديالي طابت، جاني التهاب فيها شويه وهي تقبط عليا هكا، وليت اللي كليتها تنرد حاشاكم اللي كليتها كضرني معدتي والحرقه الحرقه الحرقه ما خليت ما شربت. عييت بعدا بالدواء ديال الفرماسي اللي كنمشي نشري حيت انا عندي مشاكل صحيه مع المعده، فعندي شي دواء معين كنمشي كناخذو كيهديني شويه. فوالا في النهايه مشيت للاطباء. عرفتو كنحس غاديه بشويه بحال عندي شي جرحه ولا دايره شي عمليه، كنبدا غاديه بشويه وخايفه لا نتحرك، لان كل ما نتحرك تجيني الدوخه والالام الالام الالام الالم. صافي مشيت عند 3 الاطباء، عدا واحد فيهم الله يجازيه بخير هو اللي دار ليا هذا سميتو، قال لي راك مهلوكه ما ديروش اختي الوصفات الا من عند الاطباء. ما تخليش شي حد اللي يقول لك شنو تاكلي لا، معدتك هي اللي تحدد لك شنو تاكلي. كاين شي ماكله كضريها كتاكليها كضرك المعده، وكاين شي ماكله كتشهايها عرفي هذيك راه صحيه لك. بالنسبه بغيتي ديري ريجيم خصي راه كاين واحد التعارض كبير بين الاطباء، شي كيقول لك الفطور صحيح، شي كيقول لك الفطور لا مضر، شي تيقول لك ما تاكليش هذه، وكثرت بزاف الاسامي وبزاف التسميات. فانا نصيحتي ليك كانك بغيتي ديري واحد الريجيم، ما ديريش الريجيم تاع الاكل الواحد مثلا ديال البيض ديال البطاطا ديال الماء، هذاك صعيب عليك لانك تنقصي الفيتامينات والكميات المهمه اللي كتكون الجسم ديالك. دائما تاكلي اكل متوازن، الا قدرتي تنقصي من الخبز يكون احسن واحسن. الخبز المشتقات ديالو لي باط، الكسكسو، المسمن، الفطائر كلها، اي حاجه فيها الخبز نقصي منه، نقصي ما تحيديش دائما، ما تحيديش شي اكله اللي نهائيه، نقصي منها. نقصي كتاكلي مثلا خبزه كلي ربع، ديري داك البطبوط الرقيق اللي كيكونوا كنخمروه، هذاك ديريه بالدقيق الكامل، رقيه مزيان وخليه ورقيه وقرصيه وغطيه وخليه حتى يخمر، ونوضي خبزي كيخبز رقيق بحال داك الخبز العربي السوري بحال هكا تيجي رقيق كلي بحيده. الشلاضه ضروريه، طبق كبير ديال الشلاضه اللي كيكون متنوع فيه كلشي، ندير عليه عصيره ديال الليمون والحامض، عصيره ديال الحامض، معلقه ولا 2 ديال زيت الزيتون، وتبليه باش ما بغيتي وكلي. ديري معاه الفاكهه، ديري معاه الخضره، ديري معاه اللحم، ديري معاه كلشي. هذيك وجبه رئيسيه كامله. ياك هذه حاجه. ثاني حاجه السوائل، شربي الماء بزاف. الفاكهه كليها بعد الاكل بشي 2-3 ولا كليها قبل، وحيدي السكر. الا حيدتي السكر وحيدتي الخبز وكليتي هادشي اللي قلت لك والله تتنقصي. مع الحركه شنو هي؟ تمشي نص ساعه في النهار، او اذا قدرتي ديري الرياضه ديري الرياضه، قدرتي تدخلي لاصال دخلي لاصال.
هادو هما النصائح اللي نقولك انا كانسانه حاولت في هذا المجال وما نجحت ليا حتى شي طريقه. مم. مم. ما تخليش حد يضحك عليك، ماشي غيضحك عليك، انه تيأذيك. تخليش حد يأذيك في صحتك. سدي فمك اختي، حيدي الكوتي، حيدي سدي فمك على الماكله، بغيتي تضعفي سدي فمك على الماكله، وإلا كليتي طبقي هادشي اللي قلت لك. واحد الطبق بحال هذا نعمرو بالخضر، نعمرو بالخس وبالخيار وبالبصله حمراء، البصله خضراء اللي عندك، ندير فوق واحد الصدر ديال الدجاج اللي كنكون شويتو ولا ربع ديال الصدر ديال الدجاج على حسب امكانياتك، ندير عليه شويه الفرماج، ندير اي حاجه. البيض مهم لانه مشبع. الا فطرتي الصباح واحد 3 بيضات كتبقاي شبعانه النهار كامل، تغداي حتى ل5 ولا 6، عاد تجيك نفس تاكل الوجبه الثانيه. وشربي سوائل، حيدي السكر. انا راه تلوث نقول لكم في النصائح. انا الله غالب ما نقدرش على الرجيم. كنصح الناس اللي باغا دير ريجيم، اما انا اختي ما بغاش ندير ريجيم، ما نقدرش عليه اصلا، ما عنديش الشجاعه اللي عندك. حاولت، ماشي ما حاولتش، حاولت ولكن ما قدرتش. علاش قلت لكم بصله مهمه في الكرعين؟ كدير لك المذاق، كتخفف شويه المذاق. مم. ما شاء الله. طيب كيصلح بكذا الكرعين، مفيدين جدا 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 اللي عنده الم ركابي، لان فيهم الجيلاتين. كل ما كلتيهم مرات في الاسبوع، 2 مرات في الاسبوع، كيعوضوا لك ديك المده، ديك الماده اللي نقصات عندك عبر الزمن. الجيلاتين مهم جدا، فكلوا الكرعين بزاف بزاف، طيبوهم كلهم بوحدهم، ديروهم شوربه، ديروا كيف ما درتوهم كلوهم. ضروري تاكلوهم، كيعوضوا لكم داك الجيلاتين اللي ناقصكم. انا شبعت. البصله مهمه، ضروري تجربوها. الحمد لله، الشكر لله شبعت. نزيد فريمون صافي. يا ويلي على المذاق. الله، الحمد لله الشكر لك يا رب. هذا هو الموضوع ديال اليوم. تفكرتوا انني نقول لكم لان بزاف الناس كيعانيوا في مشاكل صحيه وتيديروا التكميم، لها اخطار كبيره على الصحه، ان تيقطعوا واحد الجسم، واحد الجزء من المعده، او تيخليوه صغيور، فانت
ماشي ملتزمه واحد شهرين 3 4 شويه كترجعي كتاكلي كتوسع هذيك المعده. فالمعده بحكم انها حجم صغيور كترقاق، ملي كترقاق تيولي يجي عندك الترجيع، عندك الردان، عندك اللي كليتيها ما تضرك، ما عندكش صحه، ما قادرش تمشي. علاش اختي؟ هذه اخطر عمليه اللي عرفت التاريخ. ما ديروش التكميمه البنات، انتو غزاله واخا غليظه، تفنوا واخا غليظه. اذا كنتي قادره تحملي الجسم ديالك وكتحركي ونشيقه وكتمشي وكتجي، علاش خصك ديري التكميم؟ عي ما تبركيش تريح الارض ويقول لا غليظه، كتبقاي كتزادي تزادي تزادي كيضروك الركابين، ما كتقدريش تمشي، ما كتقدريش تحركي. لا ديري مجهود. كاين اللي نوع من البشر واخا كيدير الرياضه ما تيضعفش، واخا كيتحرك ما كيضعفش، هو جسمه هكا، الكتله عنده هكا. وكاينه اللي كتحرك غير شويه تاكل فاش كطيب وما كتغلطش، كل الجسم ديالو. فانت اختي الا كنتي غليظه وما كتقدريش تحركي غير تمشي. اليوم تمشيتي نص ساعه، غدا تمشي ساعه، غدا تمشي ساعه ونص بهروله. تمشي بسرعه حتى تعطلي، لانك ما تمشيش غادي تمختري. لا اليوم نتمشى بشويه، غدا نزيد في السرعه، غدا نزيد في السرعه حتى نولي كنهرول. عاد تعاودي. وكاينين شي حركات ديرهم معاك في البيت ديالك، راه موجودين في اليوتيوب، ادخلي التيك توك تلقايهم. ريح ندير هذوك الحركات، نحيد هادو، كنحيد هاد الجناب، كنحيد الجناب لهنا، شويه ندير حركات برجليا غير بشويه. الا تبعتي واحد النظام غذائي خاص بك انت ساهل، داكشي اللي كتبغي داكشي اللي كتحبي. اما تمشي ديري وصفات ها الحامض ها ما عرفتي شنو ها الويل الكحل، لا كتهلكي راسك. ديك اللي طلعت قالت لك اتحداك الا كملت اسبوع هي كتشرب الحامض مع هذاك الويل اللي كدير. يلا السلام عليكم، في امان الله، خليت لكم الراحه، نعطيكم الصحه ما كتمناو، كنحبكم.